ما صفق. طيب والله دخلت المجال الإعلام صراحة دخلته بالصدفة. يعني الجميل في هذا الموضوع أنه أنا ربما من الناس اللي دخل الجرائد أو دخل أسوار الجريدة وأنا ما زلت طالب في الجامعة. يعني أول ما دخلت الجريدة التقيت برئيس قسم المحليات، كان وقتها الأستاذ عبد الله الملحم الله يذكره بالخير، وكنت ذكرت له أنا فلان فلان وطالب في كذا كذا وأبغى أسوي معكم يعني تحقيق صحفي، أنا حولوني لقسم التحقيقات. فقال لي خلاص روح سوي تحقيق صحفي وتعال. طيب وش تحقيق صحفي؟ اللي اقدر اقول انه الجميل في التجربه التلفزيونيه في صحافه الاخباريه كانت بالنسبه لي يعني اكبر محطه واهم محطه في حياتي الصراحه. فانا صراحه رجل انا اكره المكتب، انا رجل ميداني، وكان هذاك اول تقرير تلفزيوني. انا ما احب ربما ذي ولا اعتقد، فاحنا نبي ناخذ راحتنا صح؟ يجب ان تعمل على حاجه اسمها التكامل ما بين المهنيه والتنافسيه. الصحافه مهنه وليست وسيله. أنا مبارك دجين من مواليد 1980 في محافظة الأفلاج. أنا حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والعلاقات العامة من جامعة الإمام في 2003، وحاصل على درجة الماجستير في الصحافة الإلكترونية من جامعة الملك سعود 2015. والله دخلت المجال الإعلام صراحة دخلته بالصدفة. يعني يمكن إحنا من الجيل اللي يعني في بعض الأشياء ممكن تكون في ناس ما شاء الله يعني عارف خطه وطريقة يعني عمله وكذا وعنده خطط وإلى آخره، لكن أنا الحقيقة أنا دخلت مجال الإعلام بشكل يعني خلينا نقول صدفة. يعني دخلت جريدة الجزيرة تقريبا وأنا في المستوى الثالث. كان في دكتور هناك الله يذكره بالخير الدكتور عبد الملك الشلهوب، اختار مجموعة من الطلاب ويعني وجههم إلى بعض الصحف. أنا وقتها ما كنت مصدق، يعني كان في يوم من الأيام كنت يعني أتمنى أني أدخل هذه الجريدة. يعني أول ما دخلت الجريدة التقيت برئيس قسم المحليات، كان وقتها الأستاذ عبد الله الملحم الله يذكره بالخير، وكنت ذكرت له أنا فلان فلان وطالب في كذا كذا وأبغى أسوي معكم يعني تحقيق صحفي، أنا حولوني لقسم التحقيقات. فقال لي خلاص روح سوي تحقيق صحفي وتعال. طيب وش تحقيق صحفي؟ هذا مسجل، يعني ما بيقول ما تبقى من العمل الصحفي. يعني أنا أملك قصاصات جيدة في المجال الإعلامي، لكن هذا يعني جهاز التسجيل اللي كنا نسجل فيه بعض اللقاءات المسؤولين وبعض اللقاءات حتى مع المواطنين. يعني صحيح أنه مو بحالة جيدة، لكن أنا من الناس اللي يحب يقتني بعض الأشياء، لا سيما أنها يعني تمثل فترة كبيرة ومهمة في يعني تاريخ الصحفي. بعد ما تخرجت تقريبا في 2000 مثل ما ذكرت 2003 استمريت طبعا مع جريدة الجزيرة، لكن في ذيك الفترة كانت بداية قناة الإخبارية. اللي أقدر أقول أنه الجميل في التجربة التلفزيونية في صحافة الإخبارية كانت بالنسبة لي يعني أكبر محطة وأهم محطة في حياتي الصراحة. وعددهم 20,000 مبتعث ومبتعثة من مرافقين. في 2011 ابتعثت زوجتي إلى دولة كندا. أنا كمراسل تلفزيوني أجيد يعني أعرف اللقطات، أعرف أكتب، أتحدث أمام الكاميرا، أسجل صوت، أوقف على رأس المونتير، نصلح التقرير، لكن ما كنت أعرف أصور، ما كنت أعرف أمنتج. اشتريت لابتوب، أخذت كاميرا تلفزيونية صغيرة مرتبة، رحت لكندا، عندي وقت فراغ كبير. هذاك التقرير يمكن أول تقرير صنعته في كندا، يعني هو كان مدته دقيقتين، المونتاج جلس فيه 8 ساعات أو 10 ساعات لأني ما أعرف البرنامج. لكن واحدة 2 3 4 قدرت الحمد لله في سنتين أني أصنع تقريبا أكثر من 30 قصة. في 2015 تحديدا أذكر أنه كان تويتر، كلنا نعرف أن تويتر كان بالنسبة لنا كان كله نصوص فقط، ما كان في فيديو. وقتها أعلن تويتر أنه أتاح إمكانية رفع ملفات الفيديو، وذيك الفترة كانت 30 ثانية. فجلست مع نفسي 1 2 3 كيف الطريقة وما أدري إيش وكذا، فقررت أني أنتج بالكاميرات اللي عندي الصغيرة، أني أنتج في تويتر قصص صحفية من 30 ثانية. فسميت القناة اسمها مباركيات على وزن يوميات أو مشاهدات. آخر تقرير في قناة مباركيات كان عن طريق الجوال، صورته ومنتجته وسجلت صوت عن طريق الجوال، واعتقد أنه كان بالجوال آيفون 6 بلس. لا تزال البطحة في نسختها الأولى رغم حداثة كل شيء. هذه الأحياء تتكرر في معظم دول العالم بوصفها مكانا للأقليات من الجنسيات العاملة، حيث يلتقون لأهداف اجتماعية وتجارية. إيش اللي يميز صحافة الموبايل عن أي وسيلة إعلامية ثانية؟ بطبيعة الحال في صحافة الموبايل لازم تكون يعني مدرك خلينا نقول معايير التصوير، معايير المونتاج، معايير تسجيل الصوت،
وبالتالي صناعة المحتوى المناسب من خلال هذا الجوال. اليوم تعريف الصحافة هو خلينا نقول جمع وتحرير ونشر الأخبار أو المحتوى. إذا اعتبرنا صحافة الموبايل هي الوسيلة الإعلامية الخامسة، أنت اليوم تقدر تشتري جريدة؟ مستحيل. تقدر تشتري قناة؟ مستحيل. تقدر تشتري إذاعة؟ مستحيل، إلا الميسور. لكن أي شخص اليوم يقدر أنه يعني يمتلك وسيلة إعلامية اللي هو الجوال. القيمة الحقيقية في هذا الموضوع أنه لطالما أنه صحافة الموبايل صارت متاحة، هو كان عندنا إشكالية أنه كيف تستثمر هذا الجهاز لصالح العمل الإعلامي. خلال ال5 سنوات القادمة نتكلم عن صحافة الموبايل، أعتقد مثل ما ذكرت بيكون في تكامل موائمة ما بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي. احنا اليوم في وسائل الإعلام نتطور بتطور الوسيلة. اليوم مرحلتنا أنه أنا كيف أحقق التكاملية ما بين المهنية والتنافسية، بمعنى فضاء مفتوح يجب يكون في أعمال مهنية ذات أطر ومعايير إعلامية واضحة، لا تكون العملية يعني شعبية أو غير مهنية واحترافية.